ذلك أكد أهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حق علي أن أزوره. علي بن أبي طالب يمر على كربلاء يقول: بأبي وأمي المقتول في كربلاء كأني أرى الوحوش مادة أعناقها عليه، فإذا كان ذلك كذلك فإياكم والجفاء، لا يكون تشفون الحسين. زين، تلاحظ واحد يطب على الإمام الصادق سلام الله عليه من قبل. أولا الإمام الباقر صلوات الله عليه، الإمام الباقر يقول: لو أن أحدكم حج دهره، افرض كل سنة يروح إلى الحج لكن ما زار الحسين، لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. لا تتركون حقا، كما أن لله عز وجل حق عندما تزورون الكعبة، كذلك لنبيه حق أن تواشوه في أولاده. نعم، إذن الله تبارك وتعالى أولى هذا الرجل عناية على لسان نبيه. الإمام أبو جعفر الباقر يقول: لكان تاركا حق من حقوق رسول الله. هذا ينبغي أن تزور صباح مساء، يعني هالنبع ينبغي أن توقف عليه وترتوي من عطائه. هذا مو مال سنة خلي سنة، هذا جفاء. تشوف التأكيد اللي ورد بزيارة الحسين على لسان الأئمة، تأكيد يعني غاية بالشدة، يأكدون على ضرورة زيارة الحسين. أرجوك، شنو يعني الهدف من هذا؟ زيارته كما يعبرون عنها رضا لله عز وجل ورضا لرسوله، وحتى وصل الأمر إلى درجة نعم ترد بعض الروايات يعني تلفت نظرك لأهميتها. زين، شنو الهدف من وراء هذا؟ شو الهدف؟ أني أنا هالخطوات اللي أخطوها وأروح أوقف مثلا وأقرأ ليش كم كلمة وأرجع؟ لا، لأن الحسين عطاء، أروح أستلهم هذا العطاء. لأن الحسين مدرسة، أروح أستلهم من مدرسته. لأن وقوفي عليه يجسد مجموعة من الأهداف. هذا هو الهدف الواقع من الزيارة. طيب، فحاولوا أولا إفراغ محتوى الزيارة من محتواها وحدة، وثانيا يعني أرادوا هدمها معنويا وأرادوا هدمها ماديا.